رسالتي للأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم. الراجل المحترم ده أنا اشتغلت معاه من حوالي 7 سنين أو 8 سنين. اشتغلت معاه في المدارس بتاعته اللي هي مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل اللي هي والدته. بصوا يا جماعة، أنا الراجل ده اشتغلت في مجموعة المدارس بتاعتهم. عايز أقول لكم اللي المجموعة بتاعته في المدارس بتاعته اللي هي في مدينة نصر وفي التجمع وفي الشروق، ما كانش يعني كل العمال عنده او المدرسين او كل اللي شغالين عنده، العيلة دي عيلة المشير احمد اسماعيل. والله ما بقول كده نفاقا، والله ما بنافق، والله العظيم ما بنافق، عشان بس في ناس دلوقتي ممكن تكتب في الكومنتات انت بتنافق انت مش عارف ايه. والله دي شهادة حق انا بقولها لوجه رب كريم. الاستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف والاستاذة نرمين بنت المشير احمد اسماعيل والله العظيم من افضل الناس. ما كانش بيتظلم عندهم عامل ابدا في المكان بتاعهم والكيان التعليمي اللي هم عاملينه، ما كانش بيظلموا حد خالص. احسن مرتبات كانوا بيدوها للعمال عندهم والمدرسين والكل الشغالين عندهم، كانت احسن مرتبات. ويعني كان العامل عندهم بياخد حقه تالت ومتلت. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام دوت ادم في راجل محترم بيدي حق العامل وما بياكلوش. تأكدوا تماما اللي هو هيبقى في التعليم لما يمسك منصب في حتة هيدي حق الناس، يعني مش هيظلم حد. عشان كده رسالتي للأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، استمر في ضرب الفاسدين. الراجل دوت راجل محترم، ادى قرارات ثورية فعلا. القرارات اللي هو يعني عملها الايام ديت، انا كولي امر انا وراك وبأيدك ومعاك. ليه؟ لان ابني ولا بنتي لما تيجي تتعلم مش هلاقي استنزاف في الفلوس. ده في مدرسين بقوا يعملوا سناتر وبقوا يدوا عربيات. في مدرسين بيأجروا دلوقتي نوادي وبيأجروا قاعات وملاعب كورة عشان خاطر يعملوا محاضرات. احنا كنا وصلنا لمافيا وكنا وصلنا يعني لحاجة، يعني ايه، الحمد لله اللي ربنا كرمنا بوزير تعليم زي الاستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف. فيا ريت كلنا نقف وراه ويا ريت كلنا ندعمه كاولياء امور، وبلاش اللي احنا نتكلم كلام ونمشي ورا المدرسين ونمشي ورا المطابع اللي عايزه تستفاد من الكتب الخارجيه والاستنزاف الفلوس. يا ريت يا جماعه نمشي مع الراجل المحترم دوت وندعمه، وبلاش اللي احنا نفشل المنظومه بتاعته. ربنا يعينك واحنا وراك يا ريس. تحياتي للجميع.